بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الأيام وما الساعات وما الأسابيع وما الشهور وما السنين وما الجغرافيا وما الأماكن وما الحدود وما المواقيت وما المكاييل إلا موازين نعرف بها اليمين من اليسار، الموزون من غير الموزون، من المبهوض والمخسور والموفى حقه. إذا عرفنا أن هذا يوم وذلك أسبوع وتلك ساعة وذلك شهر، عرفنا أن نفرق بين مقدار هذا وذاك. كذلك عندما نعرف الحدود، نعرف ها هنا تبدأ وها هنا تنتهي، هذا حقي وذلك حقه، هذا حدوده وتلك حدودي. لماذا سمي إذن السراب بالسراب؟ لأنه وهم ويتعدى فيه الحدود. كلما اقتربنا من الماء فيه كان وهما وكان سرابا. نرى الماء في الصحراء فنشير له بالبنان فنمضي حتى ننهل من ذلك الماء، وفي الواقع هو مجرد سراب. إذن الموازين والحدود هي التي تجعل المنتصف قويما قائما ومستداما قيوما على جهتين، على طرفين كلاهما فيه التطرف، إن كان يمينا وإن كان يسارا. كما يقول أرسطو إن الأخلاق وإن الوسطية هي إيجاد المنتصف بين نقطتين متنافرتين بعيدتين، كلاهما متطرف في الفكر والعقيدة والأسلوب والسلوك. هذا ما تشرفت به أمة الإسلام، أنها أمة وسطى. كل ما نقرأ في القرآن الكريم نتذكر بأن الله عز وجل يأمر الناس بأن يوفوا الكيل ويوفوا الميزان وأن يزنوا بالقسطاس المستقيم. قد أشبع المتكلمون هذا الباب وتحدثوا فيه من أن لا يبخسوا الناس أشياءهم كما ذكر القرآن الكريم، لكن تعالوا لننظر إليها من زاوية أخرى. كم نبخس أنفسنا، كم ننقص من أنفسنا وقيمة نفسنا. لماذا لا نوزن أنفسنا بالميزان الصحيح؟ هنالك ميزان وضع حتى نزن به كفتي ذلك الميزان، أي لا ترجح. عندما يكون وزن الذهب على سبيل المثال بالجرامات، لا يمكننا أن نغير في ذلك الميزان إلى ميزان آخر. توجد عندنا المقاييس القديمة مثل المكيال وما عدا ذلك، والذراع والشبر، فلا يمكن مقياس الشيء بالذراع ونقيسه بالمتر أو حتى بالقدم. هنالك فرق ولو كان بسيطا ولو كان طفيفا، لا بد أن يتحول من وحدة قياس إلى وحدة قياس تعادلها. فلا يمكن أن أزن الذهب بميزان الفضة ولا ميزان الفضة بميزان الذهب.
إذن عندما يأمرنا القرآن الكريم أن نزن الأشياء وأن نوفي الكيل، أن نجعل الميزان بالوحدة التي تناسبها، وأن لا نكون من المخسرين ولا نكون من المطففين. بمعنى أن عندما ننظر إلى أنفسنا بمقياس الآخرين لابد أن نزن أنفسنا بأفضل ميزان يوزن به، وأن لا نبخس أنفسنا ولا نخسر أنفسنا بمعنى محدد ودقيق. لا نخسر الأنفس بمعنى أن لا ننظر إلى من هو دوننا في المقام ونقول نحن أرفع منه، نحن أفضل منه، نحن أفضل منه في الواقع الاجتماعي. بينما لا بد أن ننظر إلى النجوم في السماء، لا بد أن ننظر إلى الناس الذين هم القدوة، هم الذين وصلوا، هم الذين ارتفعوا، هم الذين أصبحوا الميزان الحقيقي بين الحق وبين الباطل، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: اعرف الحق تعرف أهله، ولا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. لذلك اعرف الحق، ادرس الحق، ادرس الأمر. إذا درست خير دراسة وعرفت رجال الحق ورجال الميزان الذي يوزن به، تزن نفسك بذلك الميزان، أي بمعنى تنظر إليهم وترى ماذا تحتاج حتى تصل إلى ذلك الميزان. قد تكون أنت لديك الإمكانية ولديك السعة ولديك المهارة ولديك القدرة ولديك الاستطالة حتى تكون واحدا منهم. لن تكون نسخة كربونية من ذلك الشخص، ولكن في ميزانه، في مقامه، في نفس تصنيف ذلك الإنسان. ولكن إذا قست نفسك وبخست نفسك وخسرت نفسك عندما تنظر إلى من هم دونك ومن هم أدنى منك، فتقول أنا لم أصل إلى ذلك التعدي الذي تعداه فلان، ولم أتجاوز ذلك التجاوز الذي هو دوني. لا، انظر إلى الكمال دائما، انظر للصعود. لا تجعل نفسك في حالة التفاضل، بل اجعل نفسك في حالة التكامل. ولذلك القضية وما فيها هو أن تزن نفسك بالقسطاس المستقيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. دائما يكون لك وحدة المقياس لا تتغير، وحدة القياس في ميزانك لا تتغير. لا تكن من الذين لديهم تحيزات اتجاه الآخرين، اتجاه نفسك. انظر إلى الذهب المصفى لديك وافتنه فتونا حتى تصفيه، حتى تكون ذلك الألق وذلك العظمة وتلك الشخصية. خصوصا في هذا الشهر نقح نفسك، صفي نفسك، أخلص نفسك، فسوف تكون مصطفى وترتفع إلى أن تكون من الأخيار والأبرار بإذن الله تعالى. فإذا كنت على يقين من أن ميزانك هو الحق، وميزان الحق هم محمد وآل محمد، استمر على هذا، وزن نفسك في ذلك الميزان، ستجد نفسك ترتفع شيئا فشيئا. ونسأل الله لكم الهداية ولي إياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.